السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. قصة مهاجم الأهلي اللي مش عايزة تنتهي. الأستاذ محمد فارس مذيع في قناة الأهلي وفي برنامج خط أحمر بيتكلم وبيوضح كل شيء وبيجيبها من الآخر. بيقول الأستاذ محمد فارس فرضية دخول الموسم الجديد بدون مهاجم أجنبي هي فرضية مش موجودة في النادي الأهلي أصلا. بعد رحيل القندوسي اللي هيتحمل الأهلي جزء من راتبه وهو معار عشان انت متمسك بعدم بيعه، فبالتالي مستحيل تفضل قايمة من لاعب اجنبي الا وانت ضامن التعاقد مع المهاجم الاجنبي اللي هياخد المكان في القايمة. القصة بالنسبة لي مش ان الاهلي هيدخل الموسم بدون مهاجم، لان دي ما فيهاش رفاهية اصلا والكلام ده مش هيحصل. انما اللي يهمني ان الاهلي ان شاء الله ينجح في حسم مهاجم يليق بالاهلي وتكون جودته وقيمته السوقية افضل من المهاجمين اللي كانوا موجودين، ومنهم شريف اللي رحل وقيمته تقترب من 2 مليون دولار. فبالتالي لازم المهاجم الاجنبي يكون اسم يصنع الفارق في ظل بطولات قوية هيلعبها الاهلي الموسم الجديد، وتقدر تبني عليه، مش يكون لاعب مهاجم بنختبر فرص نجاحه. لا، لازم طبعا يكون مهاجم فارق معانا ويعمل الفارق ده، عشان احنا داخلين موسم مفيهوش رفاهية الوقت ولا ان انت تحاول تعوض، واولها السوبر الافريقي. فطبعا الكلام اللي قاله محمد فارس بيوضح ان الاهلي تقريبا يا اما حسم يا اما هو بيلعب على عنصر الوقت، بحيث ان هو يطلع باقل يعني مبلغ، يخلص القصة بأقل مبلغ. في نفس الوقت مهاجم من المهاجمين اللي عايزهم كولر. افترض ان موليكا ممكن يكون هو الحل الامثل، رغم ان التعاقد معاه هيتم في حدود 5 مليون يورو، لكن موليكا هو تقريبا المهاجم المثالي لمارسيل كولر، واللي كان طالبه تقريبا يعني في اولوياته رقم 1.